ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هناخدكم في جولة جديدة في قرية تلال، علشان اتطلبت مننا بالتفصيل بالرغم ان احنا كنا غطيناها في القناة السنة اللي فاتت. قرية تلال يا جماعة في كيلو 142، وهي تعتبر في منطقة سيدي عبد الرحمن قبل خليج جزال على طول. وانا في رأيي ان من اول كده مراسي لحد غزالة دي اهم منطقة في الساحل الشمالي، وهي منطقة اللي جاهزة وساكنة وفيها كل الخدمات بالكامل. تلال أول حاجة هتطلع المطلع الكبير بتاعها ده، وبعد كده هنخش من البوابة بتاعة الزوار. وطبعا تلال زيها زي أي قرية، علشان تخشها لازم إلا تكون مالك أو مستأجر أو عندك حد جوه يبعت لك QR كود علشان تخش بيه. من أول ما تخش من بوابة تلال، كل البيوت يا جماعة باين قوي إن هي مبنية بحيث إن هم يشوفوا البحر، وعشان كده هتلاقوا الطريق فيه مطالع قوية جدا. أنا دايما بقعد أقول أنا مش عارف الأطفال بيلعبوا بالعجل إزاي بصراحة. البيوت أغلبها شبه بعض، وأنا بصراحة بحب قرية تلال. ممكن يكون كان عندي تجربة دايما في البحر بقول إنها مش كويسة، بس النهاردة أصحابنا قالوا لنا هنقعد في حتة على الشمال خالص اللي هي قريبة من قرية جزالة الوادي، بيقولوا لنا البحر هناك حلو فهنروح نشوف. طبعا هي قرية كانت زحمة، ولكن هتلاقوا أغلب العربيات راكنة على الشمال في الضلة، وطبعا أغلب العربيات دلوقتي بتكون في البحر علشان احنا رحنا وقت الظهر كده، فكل الناس بتكون موجودة في البحر. لو انتوا قاعدين قريب من سيدي عبد الرحمن وتعرفوا حد في التلال، ممكن تيجوا تقضوا يوم هناك على سبيل التغيير. أعتقد ممكن هتتبسطوا، ولكن أنا في كرة بحبها أكتر من تلال بصراحة. بس مش هيمنع يعني لو عايزين تجربوها تتبسطوا. اللي على الشمال دي يا جماعة بعد السور دي قرية جزالة الوادي، ودي من أكتر القرى اللي فيها بحر حلو في الساحل الشمالي، يعني معروفة دايما ببحرها المميز. هنا احنا ماشيين في طريقنا للبحر، وآخر الطريق ده بيكون البحر على طول، وتقدر تركن بقى في أي حتة من أول ما توصل للمنزل ده، لأن بعد كده مفيش حد بيركن جوه خالص غير الملاك أصحاب البيوت. فأنت آخر نقطة ممكن تركن فيها هيكون في الحتة اللي على الشمال دي. احنا ركنا وبعد كده اتمشينا دخلنا عند البحر. البحر كان زحمة شوية علشان احنا رحنا يعني متأخر يعتبر شوية، وكنا كمان في يوم ويك اند. وزي ما انتم شايفين يا جماعة البحر هادي فعلا في الحتة دي، مفهوش موج قوي. واللي على الشمال دي يا جماعة الناس اللي هناك خالص دي قرية جزالة الوادي، فاحنا على الشمال خالص ده في قرية تلال. فعشان كده البحر كان حلو، عكس يمين القرية بيبقى فيه صخور كتير جدا. طبعا تلال زيها زي أي قرية في الساحل، وسيلة الانتقال الرسمية هي جولف كور، ولكن الجولف كور هنا آخرها عند البحر بيكون عند القمع اللي هناك ده، وبعد كده تركن وتنزل تتمشى على رجلك. وقولوا لي يا جماعة لو انتوا في الساحل الشمالي هل تفضلوا يبقى عندكم جولف كور، ولا حاسين ان هي مش مستاهلة وعادي ممكن تتنقل بعربيتك لو معاك وتركن برا البحر وتتمشى خلاص. طبعا البحر باين ان هو كبير وواصل لحد هناك خالص، وفي اكتر طبعا من مطعم ممكن تاكل او تشرب منه حاجة على البحر. وبصراحة اليوم ده كان الجو فيه حلو جدا، فلو كان اي حد هيروح هناك كان هيتبسط جدا في البحر. هنا كنا أخدنا الجولف كار
وكنا راجعين نقعد في البيت شوية علشان نتغدى، وبعد كده نروح. وده طريق الجولف كار يا جماعة، اللي هو بيدخلك لحد البحر. ممنوع طبعا أي عربية تخش غير لو جولف كار. وكان يوم لطيف بصراحة على البحر، والدنيا ما كانتش زحمة قوي، فاتبسطنا وما كانش فيه موج كمان، فده شجعنا كمان أكتر إن احنا ننزل البحر. لو حد عاوز يشتري بيت داخل قرية تلال، هي تعتبر كلها اتباعت، ولو حد عاوز يشتري لازم يشتري من مالك. ومتوسط الأسعار هنا للشاليهات أعتقد أقل سعر هيكون من 13 ل 15 مليون، وطبعا على حسب الفرش وحالة الشاليه والحاجات دي كلها. وفي اكستنشن جديد بيتبني لتلال ممكن تشتريه من خلال الشركة، ولو عايزين الأسعار ممكن أحاول أجيبها لكم وأقول لكم في الكومنتس. هنا احنا كنا واخدين العربية وبنتحرك علشان نرجع البيت. ودي البيوت يا جماعة زي ما انتوا شايفين. بصراحة أنا بحب البيوت بتاعت تلال، بحب أكتر حاجة فيها إن كلها شايفة البحر، ودي من القرى القليلة جدا اللي عندها الميزة دي في الساحل الشمالي. لو حد عايز يدخل تلال ومش معاه QR كود، ممكن تخش على انستجرام، هتلاقي مكان اسمه جورتن، ودوسوا على اللينك اللي تحت خالص ده، هيدخلكوا بعد كده على الصفحة دي. هتدوس أول حاجة for reservation، بعد كده هيدخلك على صفحة تانية هيقولك make reservation request. هتدوس على start وتملى بياناتك، اسمك ورقم موبايلك، وبعد كده هتحط الإيميل بتاعك وتدوس next. ولكن خلي بالكوا يا جماعة، علشان هما كاتبين إن أنت تقدر تخش المطعم تاكل فقط وتقضي اليوم فيه، ولكن مش مسموح نزول البحر لو أنت داخل بالQR كود بتاع المطعم. فخلي بالكوا من النقطة دي، تقدر تقضي اليوم ولكن من غير ما تنزل البحر. هنا احنا كنا خرجنا من البوابة وخلاص، زي ما قلت لكم اليوم بيخلص راجعين على البيت. ولو وصلت معايا للحتة دي في الفيديو، من فضلك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان لسه في فيديوهات كتير نازلة. باي.